تخيل تبقى قدام حيوان مفترس والكاميرا شغالة، وفجأة بدل ما يهجم عليك يقرب منك بكل هدوء. عشان كده جبتلك فيديو النهاردة هتشوف أغرب تصرفات للحيوانات البرية قدام الكاميرا، لقطات نادرة من قلب الحياة البرية، ومواقف خطيرة بين مصور الطبيعة وحيوانات مفترسة اتصرفت بشكل غير متوقع. تفاعل صادم وسلوك غريب، ولحظات هتخليك تعيد تفكيرك في ذكاء الحيوانات. خليك معايا للآخر عشان آخر لقطة مستحيل تتوقعها. بس قبل البداية تعالى ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبد من قناة عين الحياة، ما تنساش تدعمني بلايك وتدعمني باشتراك. يلا بينا. الأسد ده قرب من المصور عشان الصورة تطلع حلوة، بيفكرني بكتكوت أبو الليل. احلق الشنب والسوالف، احلق. Hey, don't throw it at him. الحمار الوحش ده خد باله إنه بيتصور، قال أروح لهم يمكن أطلع بأي مصلحة. أهو اتصور وأكل. بيفكرني بطلعت زكريا. هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ انتوا فرحانين وبتتصوروا وعايشين حياتكم؟ طب والله لا رخم عليكم. طب ممكن اقطع لحظة الحب دي؟ عاوز اعدي، مراتي جاية هتنكد عليا. الطائر كان طمعان في التليفون، خطف الموبايل لمكان بعيد. بس انا مستغرب هو مين اللي نشر الفيديو؟ ياريت تتوقع معاه في التعليقات. السناجب فضولية قوي، شاف الكاميرا وهيتجنن عشان يكتشفها. اللابو دي بتساعد المصور وبتسليه كمان، شغالة مساعد للمصور أحسن من ناس كتير. الفكمة دي غريبة قوي، راحت للمصورة ونامت فوقها كأنه ابنها وراح نام في حضن أمه. الغزالة دي تايهة ولا ايه؟ ماشية ورا الست دي وكأنها أمها، مش راضية تسيبها تمشي. هو أنا الأول؟ يعني أنا الأول هروح للمصور وأتصور أنا الأول، حتى لو فضلت تضربيني للصبح. كلاب البحر بتحب الكاميرا قوي، أول ما شاف الكاميرا بدأ يتشالب قدامها. الغزالة دي جعانة ومش فاضية تتصور دلوقتي، امشي وابقى ارجع في وقت تاني. يلا امشي بقى، مش فاضية. انا هساعدك تعمل شوية صور جامدة، شوف بس انت واحكم بنفسك. شوف ده وحيد القرن جاي جري اول ما شاف الكاميرا. انا ما اتصورتش، استنوني. الحيوان ده كان بيعمل اكشن قدام الكاميرا وبيبص للكاميرا عشان يتأكد انه صور الاكشن ده. طب وانا يا عمو؟ الغزالة مسكته من مكان غريب عشان تلفت انتباهه. الثعلب الحرامي كل شوية يجي ياخد الشنطة من الراجل ده، كل ما يجري وراه يسيبها ويرجع ياخدها تاني. الجاموس البري وقع في حب الراجل ده، مش عاوز يسيبه يمشي في اي حتة. هات التابلت ده عشان اصور اصحابي. انا جيت لك اهو قدامك عشان تصورني كويس، اظبط بقى الكاميرا وصور كويس. الزرافة بترحب بالراجل ده لانه شكله خايف اول لما الزرافة قربت منه. الفكمة فضولية قوي، مش دي كاميرا برضو؟ يبقى اكيد هتصوروني بقى.
الكلب ساب صاحبه المصور وهرب بعد لما الحيوان ده هجم عليهم. البطريق بيحب التصوير، طلع على المركب عشان يتصور كويس. فضلوا يصوروه لحد ما رجع لعيلته. وفي الآخر الطبيعة دايما بتفاجئنا. الحيوانات المفترسة مش دايما زي ما احنا متخيلين، وسلوك الحيوانات البرية لسه فيه أسرار كتير مستنيينا نكشفها. لو موقف في الفيديو ده صدمك أو شدك اكتبلي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان أقدر أستمر وأقدم كل جديد. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.